لو دوست على الفيديو ده علشان عنوانه فانت في المكان الصح. بس احنا مش هنتكلم كلام تنمية بشرية نظري. النهاردة هنفك شفرة خزوقين في مخك مثبتين علميا ان هم السبب اللي بيخليك تحس انك تايه او انك بتقلد الناس. وهنعمل ده عن طريق اننا هنجاوب على سؤالين بالظبط. السؤال الاول، ليه لما مغني مشهور بيجيب جاكيت معين بنبقى عايزين نجيب زيه بالظبط؟ والسؤال التاني، ليه نفس الفكرة لما تسمعها من حد بتحبه بتصدقها ولما تسمعها من حد تاني مش طايقه بترفضها؟ اجابات السؤالين دول هيخلوك تفهم ازاي مخك متبرمج انه يخليك نسخة، وازاي ترجع انت تاني مكان السواق. نمسك اول سؤال، ليه بنبقى عايزين نفس جاكيت عمرو دياب او نفس قصة شعر صاحبك الكاريزما؟ ببساطة ده مش ذوق، ده خازوق نفسي اسمه الاثبات الاجتماعي، السوشيال بروف. وده مش كلامي، ده مصطلح اسسه عالم نفس اسمه روبرت سيراديني في كتابه الشهير انفلونس، ومعناه ان مخك فيه آلية دفاع بتوفر عليه مجهود. مخك بيشوف مين اللي لابس الحاجة دي. لو شخص محبوب مشهور على طول بيدي اشارة فورية، ده صح، ده آمن، ده هيعلي قيمتك. ودي نفس برمجة إنسان الكهف اللي أثبتها عالم تاني اسمه سولومون في تجاربه عن الامتثال في الخمسينيات، واللي أثبتت إن الإنسان ممكن ينكر حاجة شايفها بعينيه بس عشان يمشي وراي الأغلبية. تخيل. فالإجابة هنا مش إنك معجب بالجاكيت، لأ، أنت بس بتحاول تستعير الأمان والمكانة الاجتماعية للشخص اللي لابس الجاكيت. فهنا التقليد هو هاك أو طريق مختصر عشان بس تحس بالقبول الاجتماعي. طب واللغز التاني، ليه نفس الكلمة ليها وزن مختلف تماما لما تطلع من شخصين مختلفين؟ وده الخازوق التاني، واسمه تأثير الهالة أو ذا هالو إفكت. وده مصطلح مش جديد، ده مصطلح طلع بيه عالم نفس اسمه إدوارد ثورندايك في سنة 1920، ومعناه إن مشاعرك اتجاه الشخص بتعمل هالة أو فلاتر حوالين كلامه. فلو بتحب الشخص ده فالهالة بتبقى إيجابية، ومخك بيصدق أي كلمة الشخص ده يقولها من غير ما حتى يفكر فيها. والعكس برضو صح، لو بترفض الشخص ده فمخك بيرفض كل كلامه حتى لو كلامه صح، بس انت هنا مش بترفض الفكرة، انت بترفض الشخص نفسه. بالظبط زي ما يكون عندك تراك موسيقى حلو فتيجي تسمعه سماعات نظيفة وحلوة فتستمتع بيه وتحبه، ولو جيت سمعت نفس التراك على سماعات تانية مش حلوة هتلاقي نفسك مش مستمتع ومش عارف تتبسط، وحكمك بيتغير على التراك ده بس عشان الوسيط. فالإجابة هنا هو إن حكمك على الأفكار بيتسرق من مشاعرك اتجاه الأشخاص. يعني أنت مش موضوعي زي ما أنت فاكر، وده بيخليك فريسة سهلة جدا لأي حد أنت بتعجب بيه بإنه يقنعك بأي حاجة، بالظبط زي ما عم ثورندايك وصف من أكتر من 100 سنة. إيه الخلاصة؟ لما الخازوقين دول بيتجمعوا مع بعض مخك بيتقفل. أنت مش بس بتقلد أفعال الناس الناجحة، أنت كمان بتصدق كل كلمة يقولوها من غير ما حتى تفكر فيها، وده بيخليك نسخة مش أصل. بس بمجرد معرفتك للأساس العلمي للموضوع ده فالنهاردة هي أول خطوة عشان تفك الشفرة دي. وعلشان المعرفة لوحدها مش كفاية، فالسؤال بجد الحقيقي بقى هو إيه السيستم أو الخطوات اللي تعملها في يومك عشان تفلتر الدوشة اللي في دماغك وتسمع صوتك أنت. في الفيديو اللي جاي هشارك معاكم السيستم أو الخطوات اللي بعملها قبل أي قرار باخده علشان بس أعرف أفرق ده صوتي ولا صوت حد تاني. فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتشغل الجرس وتكتب تحت في الكومنت انهي خازوق من دول كان مسيطر عليك.